السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده هنعمل مع بعض مكرونة بالكبدة، أكلة مصرية شعبية. حرفيا ما بتاخدش معاكي أي وقت، 10 دقايق وتكون خلاص الأكلة جهزت معاكي. بس ياريت قبل ما نبدأ اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. علشان وصفتنا النهارده هنحتاج نص كيلو من الكبدة المتقطعة، طبعا تقدري تقطعيها شرايح أو قطع صغيرة زي ما أنا عملت. 4 حبات من الفلفل المتقطعين، كمان تقدري تضيفي فلفل حار. التوم اللي معايا هستخدم منه معلقة للمكرونة ومعلقة للكبدة. معلقة كبيرة من الخل. بشر حباية طماطم كبيرة. ليمونة. للمكرونة هحتاج كيس مكرونة 400 جرام، أي نوع مكرونة تقدروا تستخدموه. ده التوم اللي أنا هستخدم منه للكبدة. وللمكرونة 5 حبات طماطم مضروبين في الخلاط. حلة فيها مية بتغلي، ضفت عليها معلقة كبيرة من الملح وعليها كيس المكرونة، بفضل أقلب فيه علشان المكرونة ما تلزقش في بعضها. حلة على النار فيها معلقة أو معلقتين من الزيت، معلقة من التوم. بفضل أقلب في التوم لغاية لما ياخد اللون الذهبي، وبعد كده بضيف عليه عصير الطماطم. تقدروا ان انتوا تصفوه ولكن انا ما صفيتوش، وكمان تقدروا تضيفوا عليه معلقة من الصلصة لو انتوا حابين لون المكرونة في الاخر يكون احمر زيادة شوية. ضفت عليهم 2 مغرفة من مية سلق المكرونة، وهسيبها على نار هادية تتسبك. علشان الكبدة ضفت كمية من الزيت، وزيت سخن ضفت عليه الكبدة علشان الكبدة يعني تتقلي في الزيت. وبعد كده لما اخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده، حطيت عليها معلقة كبيرة من الثوم وقلبتها، وبعد كده ضفت بشر حباية الطماطم، تقدروا ان انتوا تستغنوا عنها. الكبدة ما اخدتش معايا غير 7 دقايق بس بالكتير، لاني قطعتها قطع صغيرة. وبعد كده ضفت عليها الفلفل اللي انا مقطعاه معلقة صغيرة او نص معلقة من الملح، طبعا الملح ده على حسب رغبتك انتي. وبعد كده نص معلقة من الكمون وقلبتها. هي كده خلاص استوت. بعصر بقى الليمونة، وبعد كده بضيف معلقة الكبيرة من الخل. هتاخد بس غلوة علشان كل المكونات تختلط ببعضها، وكده الكبدة استوت معايا، ما اخدتش ابدا اي وقت. نسيت اقول لكم ان الكبدة قطعتها وهي مجمدة علشان اقدر ان انا اقطعها وما تتعبنيش في التقطيع. صلصة المكرونة بعد ما تسبكت ضفت ليها مكعب من ماجي، تقدر ان انت تستغني عنه، انا اكتفيت بيه، ما ضفتش اي ملح. كمان ضفت معلقة صغيرة من الكمون. وبعد ما المكرونة اتسلقت معايا اديتها شطفة، وبعدين ضفتها للصلصة وقلبتها على نار عالية لمدة دقيقة. وبعد كده بهدي النار لغاية لما هي مستوية، ولكن انا حباها ان هي تتشرب من الصوص بتاع الصلصة. طبعا تقدري ان انت تغرفي المكرونة في اطباق منفصلة، ولكن احنا بناكل في طبق واحد، علشان كده هتلاقيني ضفت كمية المكرونة كلها في طبق واحد على حسب رغبتك طبعا. المكرونة غرفتها في طبق، وبعدين ضفت عليها الكبدة. تقدري كمان ان الكبدة دي ما تعمليهاش على مكرونة، تعمليها في سندوتشات هتكون تحفة جدا. معلقة من صلصة المكرونة ضفتها فوق الكبدة علشان تطعم الكبدة معايا. وللتزيين ضفت شوية من الشبت، يدي شكل جمالي أو يكسر اللون بتاع الطبق بتاعي. حرفيا شوية الشبت دول كانوا مطعمين جدا جدا المكرونة. ضفت كمان عليهم شرايح من الليمون. طبعا الذوق يرجع ليكي على حسب رغبتك، انا عارفة ان ده مش افضل ذوق، ولكن هي كانت حلوة جدا وطعمة جدا، والشبت كان حلو خالص. طبق الكبدة ما اخدش معايا حرفيا 10 دقايق واتعمل. تقدري كمان ان انتي لو بتجيبي كمية فراخ تدبقي الكبدة بتاعتها وتعمليها، هتكون تحفة جدا، او تشتري كبدة فراخ من عند الفرارجي. يعني حاجة حلوة جدا جدا ومشبعة جدا ومش مكلفة.